مستمرة، تصويبة، الله 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 الله. تورنيدو الازرق، اللاعب اللي ماضي عقد احتكار ان مركز الجناح ده يخصه هو وبس. صاحب ال 33 سنه، معشوق جماهير السعوديه، سالم الدوسري، سالم محمد الدوسري، ابن المعلم محمد الدوسري. وتخيل ابن المعلم يكون تقريبا افشل طلاب الصف. سالم والمدرسه عمرهم ما اجتمعوا نهائي، وافتكر الجمله دي عشان هنرجع لها خلال الفيديو. اتولد في 19 اغسطس 1991 في جده، وبعدها انتقل الى الرياض مع والده، وهناك بدات الحكايه. سالم حاول يلعب في كذا فريق، بدأ مع الشباب وبعدها الفيصلي، ومن بعدها اتوجه الى النصر. تخيل كل الفرقة دي رفضته رفض تام، متخيل؟ لحد ما حد رشحه للهلال، وكان الله يبارك له هو اللي خلى الحكاية تبدأ. سالم لما اتسأل عن المبلغ اللي عايزه في بداية مسيرته الاحترافية كان رده بسيط جدا: نفسي ألعب في الهلال وبس. تعالوا نشوف ازاي سالم مشي الرحلة دي من لاعب عادي الى افضل لاعب في اسيا. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب لو عجبك الفيديو، وتابعنا عشان يوصلك كل. سالم الدوسري جزء من جيل تاريخي في المنتخب السعودي، الجيل اللي قدر يتأهل مرتين لكأس العالم. اما مع الهلال فسالم حرفيا واخد كل حاجة: 22 بطولة في خزينته، منهم 7 دوري سعودي، 5 كؤوس خادم الحرمين الشريفين، 3 كؤوس ولي العهد، 5 كؤوس سوبر سعودي، وطبعا اهمهم 2 دوري ابطال اسيا. اما بقى على مستوى الارقام، سالم مش بس بيكسب بطولات، ده واحد تأثيره واضح في كل لحظة في الملعب. لعب 406 ماتش مع الهلال، احرز فيهم 106 جون، وكمان عمل 87 اسيست. ومع المنتخب خلال 90 ماتش دولي سجل 23 جون وصنع 5 اهداف. ارقام بتثبت انه مش مجرد لاعب جناح، ده لعيب حاسم، لعيب نهائيات. سالم بدأ رحلته مع الهلال سنة 2011، وتخيل يا عزيزي المشاهد اول ماتش له كان ديربي قصاد مين؟ قصاد النصر يا عزيزي. مش كده بس، نزل من على الدكه وضغط ضغط شرس، مش ضغط لاعب صغير لسه بيحاول يثبت نفسه، لا، سالم دخل بقلب جامد وسجل هدف من اول ماتش ليه. وفي مين؟ في النصر. دي كانت اول اشاره اننا على موعد مع نجم ساطع في سماء الكره السعوديه. سالم استمر مع الهلال ولعب في اكتر من مركز. عد معايا كده: لعب في الجناح اليمين والجناح الشمال، وكمان الباك الايمن والباك الايسر، ودخل كمان يتجرب كقلب هجوم، وحتى في نص الملعب كصانع العاب. كان ناقص يقف جون لحد ما وصلنا ليه في اسبانيا. اللغه مشكله ومش عارف يتعلمها، التاقلم صفر، بلد جديده بعيد عن اهلك وناسك اكيد صعب. كل الظروف دي خلت التجربه تفشل تماما، وبعدها سالم رجع لبيته الهلال. بس هنا رجع سالم مختلف تماما. ما هو اصل سالم لو مش مختلف مين اللي هيكون مختلف؟ لما تذكر اسم سالم الدوسري اول حاجه هتيجي في بالك هي المهارات. عالمي، السحبة دي ماركة مسجلة باسم سالم، مستحيل يعدي ماتش من غير الكنترول ده، متخصص في التدرج بالكورة من البداية للنهاية. واكبر دليل ارجعوا بالزمن ل 2011 الديربي قصاد اتحاد جدة. سالم وقتها كان صغير لسه في بداياته، لكن رغم كده شوف الشخصية، شوف الثقة، شوف الجرأة، لاعب لسه طالع وفي ماتش بالحجم ده بيبهر الكل بلمساته، ولمسته الجمالية تخليك تحس انك بتتفرج على لعيب برازيلي بس بجنسية سعودية. ولو عاوز دليل على شخصيته القوية وإيمانه بمهاراته، شوفه في أي ديربي، شوف ازاي لمسته بتفرق في كل كورة، شوف ثقته وشوف جرأته. سالم مش مجرد لعيب مهاري، سالم عنده جينات السحر الكروي. لكن المهارة لوحدها مش كفاية، لازم يكون عندك حاجة تخليك تسبق الكل، وسالم عنده الحاجة دي: السرعة. الفرق بين اللعيب المهاري العادي ولاعيب مهاري مفيش زيه هو انه يعرف امتى يستخدم المهارة وامتى ينطلق فجأة ويفاجئك بسرعته. وسالم هنا بيمتلك الاتنين. لما يكون في موقف واحد ضد واحد الموضوع مش مجرد مراوغة، سالم بيعرف ازاي ياخد خطوة لقدام ويكسب السرعة اللي تخليه خارج عن السيطرة. شوف اللقطات دي، السرعة والمهارة بيساوي جناح مستحيل يتوقف. وهنا سالم عنده حاجة تخليه مختلف تماما. سالم ما شاء الله عنده بنية جسمانية جبارة، وده بيبان في حاجتين: لما يضغط على المدافعين مش بس بيجري ناحيتهم، لا، بيكسب الالتحامات ويفتك الكرة، ومش بيفتكها وبس، لا، بيرفع راسه ويشوف المساحة فين ويمرر في المكان الصح. فجأة الهجمة اللي كانت على الهلال تتحول لهجمة خطيرة لصالحهم، وبلمسة واحدة يخلق فرصة تهديفية. لما يتحرك بالكرة وسط زحمة اي لعيب عادي كان هيقع تحت الضغط ده، لكن سالم بيكمل حرفيا قطر لا يتوقف. القوة دي خلت سالم مش بس جناح سريع، لكن جناح قادر يفرض نفسه ضد اي خصم.
مهما كانت قوته البدنيه. والهلال بصراحه كان محظوظ جدا ان عنده واحد زيه. لكن القوه دي ما كانتش بس في الالتحامات، سالم عنده حاجه تانية بتخليه من اقوى مفاتيح اللعب في الهلال. بص على الصناعات دي، بص على عدد الفرص اللي بيخلقها. مش مجرد جناح بيعتمد على سرعته، لا ده صانع لعب متحرك، تمريراته دايما بتمثل خطر على اي دفاع. بص الكيباس ده، شوف الدقه، شوف التايمنج. طب بص الباص اللي برجله الشمال، رجله الضعيفه واخد كيرف كأن دي بروين هو اللي مرر الكرة مش سالم. غير ان رفعاته دايما يا اما هدف يا اما فرصه محققه. طب تعالوا نشوف بقى كل اللي قلناه ده بيتجمع في لقطه واحده بس. بص هنا سالم بيضغط على مين؟ رياض محرز نجم السيتي السابق، لاعب عنده مهاره وخبره. سالم بينقض عليه، بيخلص الكرة بقوته البدنيه ومن غير ما يضيع لحظه. بيبدا يتحرك، تدرج بالكرة موجود، مهارة موجودة، السرعة شغالة بأقصى قوتها، وبنظرة واحدة بس تمريرة حاسمة تخلق فرصة خطيرة للهلال. 11 ثانية بس، لكن فيها كل اللي يخلي سالم واحد من أعظم الأجنحة في تاريخ الكرة السعودية. هنا بقى هنبدأ نشوف ازاي سالم انتقل من انه يكون جناح تقليدي لجناح جبار قادر يصنع الفارق بنفسه. في بداياته كان دايما ملتصق بخط التماس، بيعتمد على سرعته ورفعاته، بس ما كانش ايجابي على الجون بنسبة كبيرة. موهبة عظيمة اكيد، لكن لسه كان ناقصه حاجة وهنشوفها قدام. لما سافر لفياريال التجربة ما كانتش ناجحة على الورق، لكنه خرج منها بمكسب كبير. فهم ازاي يكون جناح فعال، ازاي يستغل موهبته بشكل مباشر على الجون حتى لو ما لعبش، لكنه رجع بعقلية مختلفة تماما. والنتيجة بص هنا، بيخترق ما بين المدافعين وبدقة تصويب عالية يحطها في الزاوية الصح. طب بص الدبل كيك دي، في جناح محلي يقدر يعملها غير حسين الشحات طبعا؟ طب قول لي رأيك في دقة التصويب دي. مجرد لمحة بعينه على تقدم الحارس تحس انه عنده حساسات في رجله بتوجه الكرة بالملي في المكان اللي هو عايزه. سالم مش مجرد لعيب مهاري، سالم لعيب ماتشات كبيرة، لعيب تقدر ترمي عليه الحمل وهو هيشيله، لانه ببساطة ما بيتهزش تحت اي ضغط. في نهاية دوري ابطال اسيا ضد اراوي الياباني قدم اداء فوق الممتاز، ساهم بهدف عشان الهلال يحقق البطولة الاغلى لجماهيره. في نصف النهائي قصاد النصر نفس القصة، تاليسكا حاول يستفزه، اي لاعب ممكن يخرج عن تركيزه الا سالم. الاستفزاز عنده بيتحول لتركيز قاتل، والنتيجة فينش عالمي بيتيح بالنصر من البطولة. طب مع المنتخب السعودي كان صاحب الهدف الحاسم قصاد منتخب مصر في كاس العالم، واكيد لما نقول الماتشات الكبيرة لازم نقول هدفه التاريخي قصاد الارجنتين امام انظار ميسي وسط ذهول العالم. سالم يكتب اسمه بحروف من ذهب. هسيبكم تستمتعوا. يصنع التاريخ هنا من استاد لوسيل. نعم أنتم تصنعون التاريخ. يا لها من لحظة فارقة، إنها جنونية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. أتكلم من داخل قلبي، من مشاعر قلبي كعربي، هواي عربي بهدف ثاني سعودي. لكن يا له من هدف، ويا لجمال الهدف، ويا لروعة الهدف. نعم المستحيل، المستحيل ليس سعودي، المستحيل ليس سعودي، المستحيل ليست كلمة في القاموس السعودي وفي القاموس العربي. يا الله يا الله يا الله. سالم مش بس نجم داخل الملعب، سالم قائد حقيقي. بص اللقطة دي، مش مجرد لعيب بيحاول يحمس زمايله، لا ده واحد عارف قيمة القميص اللي هو لابسه، واحد شايل مسؤولية الفريق على كتافه. الهلال والمنتخب السعودي مليانين نجوم، لكن مش اي حد يقدر يكون القائد في اللحظات الصعبة، وسالم اثبتها في اكتر من موقف. عشان كده سالم فعلا يستحق حب الجمهور السعودي كله ليه. طب هل سالم لاعب كامل؟ اكيد مفيش حد كامل في الكورة. سالم عنده حاجات كتير تخليه واحد من افضل اللعيبة في تاريخ السعودية، لكن كم نقطة لو قدر يشتغل عليها ممكن يكون نسخة اكتر بكتير حتى لو في اخر سنين من مسيرته. اول حاجة ضربات الجزاء، شفنا اكتر من مرة انه بيضيع ضربات جزاء في لحظات مهمة. هل ده معناه انه لاعب مش حاسم؟ اكيد لا، بالعكس شفناه بيحسم ماتشات كبيرة، بس بركلات الترجيح تحديدا نقطة محتاجة تطوير. تاني حاجة احتفاظه بالكرة في بعض الاحيان، سالم موهوب جدا ودي حاجة تفرقه مع اي جناح، لكن اوقات بتحس انه ممكن يبقى اسرع في اتخاذ القرار خصوصا في لقطات التحولات السريعة. تالت حاجة الالتزام التكتيكي، مفيش شك ان سالم لعيب عنده حرية هجومية كبيرة، لكن في بعض الاوقات الفريق بيحتاجه يلتزم تكتيكيا اكتر، خصوصا لما يكون الخصم ضاغط بقوة عليهم. واخيرا الوقت،
سالم عنده 33 سنة، والهلال والمنتخب بيعتمدوا عليه بشكل كبير، لكن السؤال اللي لازم نسأله لحد امتى، هل هيفضل شايل الفريق زي ما هو عامل دلوقتي، ولا لازم الهلال والمنتخب يجهزوا البديل المناسب من دلوقتي؟ الاكيد ان سالم قدامه فرصة انه ينهي مسيرته وهو في القمة، لكن ده هيحتاج منه انه يفضل محافظ على مستواه ويتجنب اي حاجة ممكن تأثر عليه في اخر سنين لعبه. وهنا بقى السؤال الكبير، مين ممكن يعوض سالم في الهلال والمنتخب؟ هل في حد قادر انه يملى الفراغ اللي هيتركه لما يقرر يعتزل؟ عاوز اعرف رأيكم في الكومنتات. مين اللاعب اللي شايفينه الوريث الحقيقي لسالم الدوسري، ولا شايفين ان الهلال والمنتخب لسه محتاجين يدوروا على بديل مناسب؟ وكمان قولولي عاوزين اتكلم عن مين في الحلقة الجاية من سلسلة انبوكسنج. مستني ترشيحاتكم في الكومنتات. لو وصلتوا لهنا وعجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك واشتراك في القناة، ويا رب تخشوا الجنة.